خناقة الثلاث سلايف واللي عملوه سحر ونهال وآلاء في بعض. يا ترى ده مقلب ولا حقيقة؟ تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهاردة. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. اللي متابع عيلة الحاج جابر من زمان عارف ان هم مستحيل يطلعوا يعرضوا اي مشاكل على السوشيال ميديا، وكان الفيديو ده بمثابة مفاجأة لكل المتابعين. ازاي يحصل كده في عيلة الحاج جابر، وازاي ده يطلع على السوشيال ميديا؟ سحر ونهال وآلاء مسكوا في بعض وقطعوا بعض خناق. ليه؟ عشان نهال وقفت حضرت الأكل لوحدها ومحدش تاني ساعدها، بقت دي بكلمة ودي بكلمة، قامت الدنيا ولا قعدتش تاني، وبقوا الرجالة مش عارفين يسكتوا مين ولا مين، وكل واحد بقى عايز يحتوي الموقف عشان يلم الدنيا ويلم الليلة، وبقى كل واحد ياخد مراته يحطها في أوضة ويقفل عليها علشان يلم الموقف. وطبعا ده كان مقلب متفق عليه بين الثلاث سلايف سحر ونهال وآلاء، وكان شريكهم في الموضوع يحيى، لأنه كله عارف إن الدكتور يحيى بيموت في المقالب. فضل هو كان ماسك الكاميرا وبيصور، وطلعت سحر بصراحة في الموقف ده ممثلة رائعة هي ونهال، لكن آلاء كانت طيوبة كده وكل شوية تضحك، مش عارفة تتقن الدور زي سحر ونهال. ولما لقوا الرجالة مش متعصبين قوي وهاديين والدنيا معاهم ماشية عادي، راحوا مشعللين الدنيا زيادة واتخانقوا اكتر، وبقى صوتهم جايب لاخر الدنيا. طبعا اللي متابع عيلة الحاج جابر عارف ان مستحيل عيلة الحاج جابر تطلع على السوشيال ميديا وتعرض اي مشكلة عندها مهما كانت صغيرة، لان هما مش بيحبوا كده. وبصراحة دي حاجة تحترم فيهم جدا ان مشاكلهم ما بتطلعش على السوشيال ميديا، وفين وفين لما بيطلعوا يردوا على حاجة اتقالت او حاجة حصلت، واغلب الاحيان ما بيردوش. وكلنا عارفين الحب والمودة بسم الله ما شاء الله اللي بين الاخوات من بداية ما محمود قال لهم كلكم هتطلعوا المصيف على حسابي، وكلهم لموا بعض وطلعوا. وسحر بصراحة قايمة بدور الأم مع الكل وبتحتوي الكل ومهتمة جدا بكل اللي موجودين، وبالأخص ولاد أم زياد الله يرحمها. فهم في بينهم وبين بعض مودة ورحمة وحب، وسحر قايمة بالدور كويس جدا، زي ما تكون عايزة تعوض غياب الحاجة، لأن الحاجة سعدية هي اللي دايما بتهتم بولاد ام زياد الله يرحمها. فسحر بصراحة قايمة بالدور حلو قوي، واحلى حاجة ان لمة الاخوات ما تعوضهاش اي حاجة تانية. وبصراحة عيلة الحاج جابر او ولاد الحاج جابر بيحبوا بعض جدا اللهم بارك. بعد ما اكتشفوا ان ده مقلب والدنيا سخنت قوي والستات وضحوا لهم ان ده مقلب، فضلوا يجروا وراهم ومسكوا دكتور يحيى وحدفوه في البسين، وحاولوا يمسكوا الستات علشان يعملوا فيهم زي ما عملوا في يحيى، بس طبعا معرفوش وما قدروش عليهم. لكن بصراحة كان مقلب مضحك جدا، وكان واضح من البداية ان هو مقلب، وكان مقلب ظريف جدا وقوي جدا وعجب كل الناس وعجب كل المتابعين. اي نعم في ناس بسيطة صدقت، بس الاغلب اللي معارف ومتابع عيلة الحاج جابر من زمان عارف ان هم مستحيل يعملوا مشكلة او تحصل مشكلة بينهم ويعرضوها على السوشيال ميديا. وده كانت حقيقة المقلب او حقيقة الخناقة اللي حصلت بين السلايف. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.